السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة عندنا أول درس بيقول استكشاف النقود. طبعا لازم طالب سنة تانية ابتدائي يكون عارف اللي هو الأوراق النقدية ديت ويكون مدركها تماما. حتى لو احنا في البيت كده بالفلوس معانا وعرفناه يبقى عارف الورقة دي شكلها ايه وسعرها كام أو تمنها كام أو مكتوب عليها كام. تمام ماشي. أول حاجة هنا بيقول الجنيه. ماشي. وهنا بيقول دي الجنيه المعدن ودي الجنيه الورق ودي ال5 جنيه و10 جنيه ودي ال20 جنيه ودي ال50 جنيه ودي 100 جنيه ودي 200 جنيه. تمام. طبعا احنا عرفنا الأرقام ديت وعرفنا وأتقناها وعرفنا ان هي تمام. الطالب عرفها وفهمها. هنا طبعا بيقول وصل. طبعا ده جنيه هنوصله بالجنيه. وده طبعا ودي 50 جنيه هنوصلها بالخمسين جنيه. طيب ودي 200 جنيه هنوصلها بالميتين جنيه. طب ال5 جنيه هتتوصل بالخمسة جنيه. ال20 جنيه هتتوصل بالايه؟ بالعشرين جنيه. ال100 جنيه هتتوصل بالايه؟ فين ال100 جنيه؟ ال100 جنيه اهي. تمام. طيب بيقول هنا ايه؟ ارسم دايرة حول الورقة النقدية الصحيحة. طبعا احنا بمجرد ان احنا عرفنا ال50 جنيه شكلها ايه هنبقى عارفين ايه الرقم وهنعرف الورقة بكام. طيب ف50 جنيه هنا كاتب لي 50 جنيه هتبقى ورقة ال50 جنيه دي. طب ال20 جنيه هتبقى ال20 جنيه دي. طيب ال100 جنيه يا ولاد هتبقى ال100 جنيه دي. طيب ال10 جنيه أكيد أهي ال10 جنيه أهي. طيب ال200 جنيه هتبقى ال200 جنيه دي. طيب تمام. بيقول لي هنا كل ورقة دي جنيه. احنا حتى هو مكتوب عليه في الناحية التانية اهو قال ايه؟ ده جنيه. ده جنيه واحد اهو. جنيه دي جنيه الورق. طيب دي جنيه يبقى نكتب هنا جنيه ودي 200 جنيه ودي 5 جنيهات ودي 50 جنيه وديت 10 جنيه ودي 100 جنيه. تمام كده. طيب هنا طبعا مدينا حاجات ومكتوب سعرها وعايزنا نوصل الحاجة بالورقة بتاعتها او بالتمن بتاعها. ماشي. او بالعملة بتاعتها. ماشي. هنا مديني القلم فبيقول ب5 جنيه يبقى كده نوصلها بالايه يا ولاد؟ بالخمسة. طب هنا مديني الجاكيت. الجاكيت كام؟ ب200 جنيه هنوصله بال200 جنيه. طيب هنا مديني الايه؟ مديني الورقة الطيارة الورقية دي ب10 جنيه نوصلها بالعشرة جنيه. طيب وهنا الصفار ولا المزمار ده بالخمسين جنيه نوصله بالايه؟ بالخمسين جنيه. طيب دي دي ب100 جنيه. اللعبة دي ب100 جنيه فهنوصلها بال100 جنيه. طيب الورقة الكورة بالعشرين جنيه هنوصلها بالعشرين جنيه. تمام كده. يبقى هو مديني كل حاجة تمنها معاها التمن بتاعها عليها فاحنا هنوصلها بالايه؟ القيمة بتاعتها او بالايه؟ ورقة بتاعتها. طيب هنا بيقول ايه؟ حوت العملة ذات القيمة الأكبر. يعني احنا عندنا جنيه وعندنا 5 جنيه هنشوف انهي الأكبر. طب الجنيه الأكبر ولا ال5 جنيه؟ طبعا ال5 جنيه الأكبر. طيب 200 جنيه ولا 20 جنيه؟ طبعا ال200 جنيه الايه؟ الأكبر. طيب 100 جنيه ولا 50 جنيه؟ طبعا الايه؟ ال100 جنيه الايه؟ الأكبر. طيب 5 جنيه ولا 10 جنيه؟ ال10 جنيه هي الايه؟ الأكبر. تمام. طيب هنا بيقول ايه؟ قدر ثمن الأشياء وحوط المبلغ المناسب للشراء. الأستيكة هو عاملها ب5 جنيه. طب الكرة يا ولاد؟ الكرة بجنيه. مفيش كرة بجنيه. طيب معقول ب5 جنيه مش ب5 جنيه برضك؟ يبقى هتبقى بإيه؟ ب50 جنيه. طيب هنا الإيه؟ هنا النوتة دي هتبقى بإيه؟ هتبقى ب10 جنيه. يبقى إيه؟ ب10 جنيه مش ب50 ولا بإيه؟ ب100. يبقى ب10 جنيه. طب البيتزا هتبقى بالجنيه؟ لا طبعا. هتبقى ب5 جنيه؟ لا طبعا. هتبقى ب100 جنيه. طيب التيشيرت ده يبقى بإيه؟ هيبقى ب200 جنيه. طيب هيبقى 50 جنيه؟ لا. هيبقى بإيه؟ ب20 جنيه؟ لا. يبقى ب200 جنيه. طيب هنا الصفارة دي هتبقى بكام؟ ب5 جنيه؟ لا. هتبقى ب20 جنيه؟ اه هتبقى ب20 جنيه. لأن مش معقول هي ب5 جنيه. هتبقى ب20 جنيه. طيب المسطرة هتبقى ب5 جنيه. تمام كده. مش ب100 جنيه ولا ب50 جنيه. نشوف الصفحة اللي بعدها. هنا بيقول ايه؟ لون القيمة الصحيحة. طبعا مديني 50 جنيه يبقى تبقى 50 جنيه. مديني 10 جنيه تبقى 10 جنيه. مديني 200 جنيه هتبقى 200 جنيه. طيب مديني 20 جنيه. 20 جنيه اهي. مديني 5 جنيه هتبقى ال5 جنيه اهي. مديني 100 جنيه هتبقى ال100 جنيه اهي. بيقول دي بجنيه. ايه اللي بجنيه؟ هتبقى الايه؟ البونبونة. دي ب20 جنيه هتبقى ايه؟ الكورة. 100 جنيه يبقى التيشيرت. تمام كده. طيب بيقول قدر ثمن الأشياء وضع خطا تحت الإيه؟ المبلغ المناسب للشراء. طبعا الطيارة دي هتبقى ب10 جنيه. ماشي. والطبلة هتبقى ب100 جنيه. تمام كده.